السلام عليكم. اتفقت مع حضراتكم وقلنا كتير اللي اوله حرام بتبقى نهايته زي القصه اللي معانا النهارده، بس مش عايزكم تتفاجئوا بالمشاهد والتفاصيل اللي هتعرفوها معانا، لكن الاغرب بالنسبه لي وهيبقى بالنسبه لكم برضو الزوجه. يا ترى باللي هتشوفوه واللي هيحصل ده نهايه منطقيه ولا لا؟ من هنا هاخدكم سريعا لاحد القرى التابعه لمركز ديكرنس بمحافظه الدقهليه. بدايه الموضوع كله من عند الاهالي اللي سمعوا صوت خبطه شديده على الارض، طلعوا يبصوا فيه ايه. كل الناس اللي في الشارع اتفاجئت ان في شاب في الثلاثينات من عمره وقع من العماره دي، بس ما يعرفوش هو وقع ازاي ولا ايه اللي حصل له، يعني هو رامي نفسه. هنا كان دور المواطنين اللي يبلغوا الاسعاف، وفي بعض الناس لا ما تبلغوش الاسعاف، بلغوا الشرطه. يا عم عايزين نلحقه في المستشفى، ما حدش هيشيله من هنا، احنا عايزين الشرطه. وفي الاحداث دي كلها الشاب مات. طب هو مين؟ هو اللي اسمه عبد الرحمن وعنده 34 سنه. طب هو من سكان المنطقه؟ طب هو اللي رمى نفسه من العماره دي هو ساكن في العماره دي؟ لا. طب هو كان عند مين؟ للاسف كان عند الزوجه اللي اسمها شيماء، وجوزها مسافر شغال في السعوديه. شيماء اللي عندها 20 سنه قاعده، جوزها جايب لها الشقه دي ومتجوزها تقريبا بقاله كذا سنه، يعني ممكن نقول لسه جداد في الجواز. طب هو الشاب ده كان عندها بيعمل ايه؟ هنا الاحداث كلها هتيجي لما شيماء قاعده في شقتها، لقت ان في حد بيخبط على شقتها، حد عايز يدخل شقتها، ما عندهاش حل. يا عبد الرحمن اطلع بره الشقه بسرعه، اطلع. طب اطلع من الباب ازاي؟ هنا ما كانش عندهم حل غير الشباك. اصل لو كان طلع من الباب كان اتقطع بمعنى الكلمه، اصل اهل جوزها هم اللي كانوا بيخبطوا وعايزين يدخلوا بالعافيه، وده اللي خلى عبد الرحمن ينط، ملحقش يلبس هدومه حتى، ينط من عندها. طب هي شيماء اتعرفت على عبد الرحمن ازاي؟ نشأت ما بينهم علاقة عاطفية غرامية في غياب جوزها اللي مسافر ومآمن وسايبها تأتمن على عرضه وشرفه. مسافر بيشتغل في السعودية وسايبها الفترة ديت، المفروض اللي أهلها وأهله ياخدوا بالها منه. طب هي ليه عملت كده؟ بتقول وقت الفراغ خلاها تدخل في العلاقة مع الشاب ده، وبتقول أكتر إن بعد جوزها وياما اتكلمت معاه وقالت هي مش عايزاه يبعد ويسيبها، انا لسه شابه وعندي حقوق عاطفيه وحقوق زوجيه وعايزه حاجات كتير، لكن في حبه للفلوس ومع ضغوط الحياه هو بقى مسافر وانا بقيت قاعده ما وريش حاجه. قعدت على الفيسبوك وقعدت على التيك توك، اتقابلت مع عبد الرحمن اللي بقيت اشوفه في المنطقه، اللي اتعرفنا على بعض وبقينا نتكلم مع بعض كتير على الفيس وبعدها على الواتساب، وبعدها ابتدى يقنعني اللي لازم الموضوع يتطور. انا ما بقتش احب جوزي، انا حبيت عبد الرحمن في حاجات كتير، حبيته عشان عوضني عن الجزء اللي غايب عندي، عشان كده وافقت اللي يدخل بيتي، ولما دخل البيت بقيت اعمل معاه نفس اللي كنت بعمله مع جوزي مرة واتنين وتلاتة. لكن معرفش اللي اهل جوزي عرفوا ان عبد الرحمن بيتردد عليا، وعشان كده جم الشقة بعد ما طلع بنص ساعة. ما لحقناش في اليوم ده، يا دوبك كنا لسه بنبتدي السهرة بتاعتنا وهم فضلوا يخبطوا وانا سمعت صوتهم. ما جاش في دماغي اللي هم هيدخلوا الشقة بالطريقة دي. قلت له اطلع من الشباك لحد ما اشوفهم هم عايزين ايه. عبال ما لبست هدومي لقيتهم دخلوا وفضلوا يدوروا في كل حتة، ما لقوش حاجة. لكن في نفس الوقت الناس تحت ابتدت تقول الحقوا قتيل، الحقوا واحد مات، واحد وقع من فوق. عرفوا ان هو كان عندي، بالاضافة ان متعلقاته كانت موجودة لسه في الشقة. ده الكلام اللي قالته شيماء لرجال الشرطة. القصة ما خلصتش عشان لسه مكملة معانا. طبعا نهاية عبد الرحمن هي نهاية طريق الحرام اللي اتكلمنا فيها كتير مع حضراتكم، وقلنا اللي أوله حرام بتبقى نهايته زي القصة ديت. بس احنا عندنا دلوقتي فرع تاني. هي دلوقتي شيماء ديت الزوجة، يا ترى هتعيش حياتها الباقي ازاي؟ يعني هي جابت العار لنفسها ولأهلها وبيتها خسرته. ما هو بالنسبة لشيماء مش هتكمل حياتها عشان كل أهل بلدها عرفوا اللي حصل، وطبعا أهل جوزها كلموا جوزها اللي هينزل مخصوص عشان يحضر أو يعمل محضر اللي هي كانت بتعمله مع عشقها، وهيطلقها وهياخد كل حاجة. وهي دلوقتي بعد ما هتخرج من السجن، يا ترى أهلها هيستقبلوها، هيرضوا
تعيش معاهم مرة تانية مليون سؤال. يا ترى الإجابة عند حضراتكم؟ قصة غريبة، والخسارة في كل حاجة وفي كل حتة، وكل حاجة خسران فيها في طريق الحرام. بس القصة دي ما اختلفتش كتير عشان فكرتني بقصة كانت النهاية أغرب بكتير. القصة اللي دارت أحداثها في منطقة أو مدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة، لما ممدوح رجع من الشغل، حط مفتاحه في باب الشقة، دخل جوه، شاف بعينه أمه في حضنها أو معاها ابن أختها، يعني شاف ابن خالته مع أمه، يعني الخالة مع ابن الأخت. طبعا كان بيجري على المطبخ وبيجيب السكينة، فابن الأخت قام ناطط من الشباك نازل ميت. هنا القصة دي كنت مرضتش أقولها لحضراتكم عشان ما بنحبش نقول القصص دي، بس لاحظت إن في تطور في الموضوع. يعني كان الواحد بيحب واحدة ويعملوا مع بعض السكة اللي بيمشوا فيها، لكن بقينا نشوف واحد مع خالته. ايه ده؟ هي مش المفروض الخالة والدة؟ مش المفروض أمه؟ ده فرق ما بينهم 25 سنة. حضراتكم متخيلين الرقم؟ بس ده كله يخلينا نقول احنا بعدنا قوي، بعدنا عن دين ربنا، بعدنا عن الأخلاق، بعدنا عن الصح والغلط اللي بقينا نشوف عملة واحدة أو وجه واحد للصح والغلط. كل شيء اتدخلت أو كل شيء بقت حاجة واحدة. مش مهم الأسس والقيم اللي اتربينا عليها، مش مهم إن ربنا شايفنا، مش مهم حاجات كتير قوي، الأهم نمشي في السكة دي. لكن أتمنى اللي بنقدمه من أرض الواقع يبقى دليل كافي لكل واحد يراجع نفسه، دليل وافي لكل واحد ياخد عبرة. وهو ده الهدف والمغزى لما نطلع نكلم حضراتكم في القصص اللي بتحصل في أرض الواقع. أشوف حضراتكم على ألف خير. السلام عليكم.